مرحبا بكم في هذا الاجتماع العام من تنظيم المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة بسوسة بمناسبة الذكرى الثانية للثورة، ذكرى 17 ديسمبر 14 جانفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اليوم واحنا نحتفلوا بالذكرى الثانية للثورة في سنتها الثانية، وبعد عام وشهرين من انتخابات 23 أكتوبر حركة النهضة ما زالت تعقد اجتماعاتها في الساحات العامة، وهذا فضل من ربي سبحانه وتعالى. حركة النهضة لا تخشى من المواطنين، لا تخشى من التواصل، ولا تعقد اجتماعاتها في قاعات مغلقة لتسب المنافسين، بل تعقدها في ساحات عامة حتى تستمع من المواطن، على خاطر أصواتنا ما هيش واصلة ليكم، مش على خاطر احنا ما نعرفوش نتكلموا ولا ما عندناش ما نقولوا، عندنا الكثير والكثير اللي باش نقوله لكم، ولكن للأسف ثم إرادة باش أصواتنا ما توصلكمش، وما تبقى أمامنا إلا هالاجتماعات الشعبية في الساحات العامة باش نحثوكم وتحثونا. بعد عام وشهرين من الانتخابات 23 أكتوبر الكثير منكم قالوا احنا انتخبنا نواب وبعثناهم للمجلس، فاش قاعدين يعملوا؟ انتخبنا حكومة، صدقنا على 3 ميزانيات، ميزانية 2011، الميزانية التكميلية في مارس 2012، ثم ميزانية 2013. وكي نقول صدقنا معناها راهو فما لجان خدمت، وفما جلسات عامة تواصلت ليل ونهار، وفات في ساعات متأخرة، وناقشنا وعدلنا فصول ونحينا فصول وأضفنا فصول من أجل أن نصادقوا على ميزانية ممكن أنها تسير دواليب الدولة في الفترة الصعيبة اللي نعيشوا فيها. أثناء نقاشنا في اللجان التأسيسية استمعنا للمجتمع المدني، وشخصيا نحب نقول لكم اللي أني خفت برشا زادة، مش شوية، خفت من المشاريع الخطيرة التي يريد البعض تمريرها من أجل تغيير نمط المجتمع التونسي، من أجل ضرب مقومات الأسرة التونسية، من أجل ضرب الهوية التونسية، هويتنا العربية الإسلامية التي نعتز بها ولسنا مستعدين للتفريط فيها بأي حال من الأحوال. مشاريع خطيرة يجب أن تنتبهوا لها. عندما فقدت كمثال حتى لا أطيل في إحدى الجلسات سيدة ناشطة في المجتمع المدني تطالبنا بعدم تجريم المثلية، تقول لنا، والتسجيلات موجودة في المجلس التأسيسي، تقول لنا نحن لا نطالبكم بالاعتراف بهم ولكن فقط لا تجرموهم. نعم سيدتي، وماذا بعد؟ وماذا بعد التجريم؟ سننظم مسيرات في تونس للاعتراف بزواج المثليين؟ هذا ما ينتظرنا؟ هذا ما ستقدمونه للتوانسة بعد ثورتهم، بعد دماء الشهداء والجرحى؟ هذا اللي باش تقدموه لأسرتنا ولأولادنا وأحفادنا؟ لهذا أقول أعينكم يجب أن تكون يقظة ونحن نسوغ هذا الدستور، لأنه تفشل الحكومة سيعوضها سياسيون آخرون ووزراء آخرون، ولكن إن فشل الدستور ومررت هذه الأفكار الهدامة فويل لكم وويل لنا وويل لأبنائنا. قبل 2 لم يهرب دكتاتور فقط، ولم يسقط استبداد فقط، وإنما انفتح أمامنا قوة جديدة
في أن نصبح كبقية الأمم ننازعهم الحضارة ونأخذ بتلابيبها ونرفع راية العلم ونعتز بذلك. اليوم يا إخواني في هذا الخضم من عراك وصل إلى حد الإسفاف بين أطراف المجتمع السياسي، نربأ بأنفسنا على أن تنزل أنوفنا إلى هذه الهودة المنتنة. نحن أرفع من أن ننزل إلى سباب وشتائم. نحن نقدم نموذجا جديدا للتعامل، نموذج من يعف نفسه عن مال الناس وعن حقوقهم، ومن يتقدم للسلطة ليخدمهم، ومن يعتبر أن شرفه أن يمشي بين الناس كبقية الناس في قلبه حب لأفراد شعبه. إذا أردتم أن لا ترجع إليكم ديكتاتورية بأي ثوب من الأثواب، فاعملوا على أن يبقى الإنسان هدفكم، بناء عقلا جديدا، سعيا كادحا، احتراما للوقت واحتراما للزمن، ورغبة في أن نحقق وأن نجري وراء الذين سبقونا حتى نلحق بركبهم ونتقدم عليهم، وليس ذلك بعزيز. أنا البارح حصل لي الشرف باش نكون في جابس، واليوم الصباح حصل لي الشرف باش نكون في الحامة، واليوم العشية يحصل لي الشرف باش نكون في سوسة. وهذا تابع اختصاصي كوزير نقل، ووزير النقل لازم يكون ديما يتنقل باش النقل يتقدم. أنا نحيي الإعلاميين والإعلاميات الحاضرين بيننا في هذا اليوم العظيم في سوسة، ولكن لا أرى زعماء الإعلام في بلادنا، فأين هم؟ وماذا يفعلون؟ أنا كنت أود أن المنظمين لهذا الاجتماع أعلموهم بأن هناك اعتصاما لم تشهد له سوسة مثيلا في ساحة سوسة حتى يروا بأعينهم. احنا اليوم عنوان اجتماعنا هو الاحتفال بذكرى الثورة، وهذه صيغة لدي عليها تعليق. الثورة ليست ذكرى، الثورة ما زالت مستمرة حتى تحقق أهدافها. فنحن اليوم داخل الثورة، ولسنا بعد الثورة ولا قبل الثورة، نحن ما زلنا داخل الثورة. والثورة من مكاسبها أنها حررت الشارع. بعد ثورتنا على الاحتلال الفرنسي لم يتحرر الشارع، الشارع كان في خدمة الزعيم وفي خدمة الحزب الواحد. ثورتنا حررت الشارع وأعادت الشعب إلى الشارع وحقه في الاجتماع والتظاهر السلمي في الشوارع، ولن نتراجع على هذا المكسب بعد ثورتنا، فلا تتركوا الشارع فارغا. من الدروس التي تعلمناها من ثوراتنا السابقة حتى تنجح ثورتنا وحتى نوصل الاجتماع كمن هذا في سوسة بهذا الحشد الكبير وفي هذا الأمن والأمان. الدرس الأولاني اللي ننتبه له جيدا أن الثورة لا يجب أن تتحول إلى انتقام وإلى سفك دماء وإلى حرب أهلية. نحن في النهضة دفعنا 30 سنة تحت الاستبداد والقهر والإرهاب، وجاتنا فرصة في الثورة. عندنا شهداء وضحايا وتضحيات يعلمها شعبنا ويعلمها التاريخ. كانت عندنا فرصة أيام الثورة لننتقم، كنا نعرف المجرمين والجلادين واحدا واحدا، وكنا قادرين على تصفيتهم واحدا واحدا باسم الثورة،
ولكننا لم نفعل لأن النهضة تحب شعبها وتعمل على انتصار ثورتها، ولأنها تنظر إلى المستقبل كما قال لكم شيخنا الجليل: ولا تريد أن تكون سجينة في الماضي. فلم ننتقم حتى تنجح الثورة، ولو انتقمنا لتحولت تونس إلى حمام دم وحرب أهلية. يحاول بعضهم إلى اليوم جز البلاد في حرب أهلية وفي عنف بين التونسيين والتونسيات، اختلاف بين العروسات، المعتمديات، الولايات، الأحزاب، الإيديولوجيات، الأديان. حاولوا بكل الوسائل أن يحولوا الثورة إلى حرب أهلية باش ناكلوا بعضنا ويعود الاستبداد ليسودنا 50 سنة أخرى. نحن رفضنا بعد الثورة أن يحكم تونس حزب واحد، وقررنا أن نقطع نهائيا مع حكم الحزب الواحد. بعد الثورة، بعد الدستور الأول متاع 1861 بقى الحكم فردي، ومن بعد الدستور الثاني متاع 59 بقى الحكم فردي. فلن نسمح بعد هذه الثورة بحكم الفردي جديد أن يدخل قصر قرطاجي واللي ما عادش حاب يخرج. لن نسمح بذلك، ولن نعود إلى استبداد الرئيس، ولن نعود إلى نظام الحزب الواحد. اخترنا أن نحكم البلاد مع بعضنا في إطار الائتلاف في مرحلة يسودها الاختلاف. اخترنا أن نوسع الائتلاف. اش وقع؟ الائتلاف الذي يحكم البلاد صمد أكثر من سنة رغم كل الضربات من داخله وخارجه، وكانت تجربة رائدة شرفت تونس وديمقراطية تونس وأبهرت العالم. وسنواصل في الائتلاف مع حلفائنا، وسنعمل على توسيع الائتلاف في حكومتنا حتى نضمن شروط النجاح القصوى للانتخابات القادمة، ولدستور يكون لكل الدستوريين، دستور يكون لكل التونسيين، وتنمية لكل جهات البلاد. هذا خيارنا. هذاك علاش النهضة قبلت قانون انتخابي وضع على مقاس يمنع حزبا أن يتحصل على الأغلبية في المجلس التأسيسي، وقبلنا بذلك لأن النهضة لا تريد أن تحكم وحدها، ولا تريد أن تفتك الحكم أو تسيطر عليه. وحتى يكون هذا الكلام واضحا، احنا المنطق ايش يقول انه بعد الثورة، بعد 14 شانفي انتصار الاول الثورة، الاصل ان الذين يحكمون البلاد هم الذين قاوموا الاستبداد، هم الناس اللي شاركوا في حركة 18 اكتوبر وغيرهم. ايش يقع في ثورتنا؟ وهذا تداركناه بسرعة، والا لضاعت هذه الثورة وذهب ريحها. الناس اللي حكموا البلاد مباشرة بعد فرار بن علي حكومة من بقايا التجمع ومن أعضاء الوفاق الوطني مع بن علي ومن أطراف كانوا معنا في المقاومة، وبرئاسة شخص هو الوزير الأول بعد الثورة والوزير الأول قبل الثورة. أهانوا شعبنا وأهانوا ثورتنا، ولكن شباب الثورة في اعتصام القصبة 1 واعتصام القصبة 2 أنهى هذه المهزلة وسقطت تلك الحكومة، وفرضنا المجلس التأسيسي حتى نبني نظاما جديدا من الشعب إلى الرئيس. وبعد ولينا بعد انتخابات 23 أكتوبر وانتخاب أول حكومة شرعية ومنتخبة، بعض الناس ينكتوا علينا يقولون أنتم الحكومة المؤقتة، ويأكدوا على المؤقتة ويتمتعون بذكر المؤقتة. فقلنا لهم يشرفنا أن نكون حكومة مؤقتة بعد الثورة وانتخابات حرة وفي مرحلة صعبة في بلادنا، وهنيئا لكم بأن تبقوا في المعارضة الدائمة. كي عملنا الانتخابات في 23 أكتوبر قلنا لهم إجا نحكموا مع بعضنا، إجا نعملوا الوفاق الوطني ونعملوا حكومة متاع أوسع وفاق. رانا ما نحبوش نحكموا وحدنا،
ما نحبوش نفرضوا برامجنا وآراءنا على شعبنا. قالوا اخترنا المعارضة. احنا اخترنا المعارضة بعد الثورة حتى تنجح الثورة، واخترنا الحكم بعد الانتخابات حتى تنجح الثورة.